السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي كل سنة وانتم طيبين وبخير. يا رب عيد الايام علينا باليمن والخير والبركات. يا رب دايما ايامكم تبقى سعيدة وخير وهنا يا رب، وتحققوا كل اللي تتمنوه. حبايبي شكرا للي معايا، شكرا اللي نوروني، وشكرا اللي هيجوا ينوروني، وشكرا للتعليقات الحلوه الجميله. ازيكم يا اجمل ناس واحلى عيله محترمه في حياتي؟ بجد بقولها من قلبي والله، ما نفاق والله. انتوا فعلا احلى حاجه فرحانه بيها السنه دي، ان معايا عيله كبيره، عيلة بس مش من وطني مصر، لا ده من خارج البلاد الوطن العربي. اتمنى دايما تبقوا معايا، ودايما يا رب حاجة حلوة في حياتي. حبايبي النهاردة حابة اكلمكم من ضمن الحاجة اللي حصلت من ايام زمن الفن الجميل. من ضمن الحاجات اللي حصلت للفنان الكبير اسماعيل ياسين، ان هو بسبب راس السنة الهجرية اضطر ان هو السنة الميلادية، انا اسفة جدا، السنة الميلادية، راس السنة الميلادية اللي هي السنة ما بتخلص وبتبتدي من جديد. ايه هو سبب ايه اللي حصل له؟ ان هو كان معهوش فلوس، وكان جدا بيعاني في اول ايام، في اول يعني حياته الفنية، بداية حياته الفنية، ان هو كان بيعاني من الفقر الشديد، وان هو كان قاعد في بنسيون في شبرا. فبيقول انا ما كانش معايا فلوس خالص خالص، وكان معايا يعني الفلوس يعني يعني ما تكفيش حتى اي حاجه. فاليوم ده صاحبه غني جدا في مصر الجديده، فصاحبه دوت عزمه، فهو ما صدق ان هو عزمه علشان يوفر حق يعني ايه الطعام، حق اكله. ففي اليوم ده راح له في راس السنة الميلادية، وراح له عزمه وقعد معاه. فلما قعد معاه وكل وشرب وانبسط قوي جدا، كان هو صاحبه في مصر الجديدة، وانبسط قوي قوي، فرح ان هو وفر حق الطعام، لانه كان بيعاني من الفقر الشديد جدا. اسماعيل الفنان الكبير اسماعيل ياسين، اللي حدث ايه بقى؟ ان هو المترو كان اخر حاجة ياخدها كانت الساعة 1:15 في يوم السنة الميلادية دي. فهو فضل قاعد، وصاحبه فضل يعزم عليه، وقعد وانبسط وشرب يعني عصاير وكل حاجة يعني، وسهر وانبسط جدا. فالفنان الكبير اسماعيل ياسين لما نزل، فطلب من صاحبه ان هو يوصله لغاية محطة المترو، اللي هي مترو اللي هو مصر الجديدة بتاع زمان. ونزل وراح، فاكتشف ان هو لما راح ولحق اخر قطار مترو، فاكتشف انه معهوش فلوس خالص. فعمل ايه الفنان الكبير اسماعيل ياسين؟ اتكسف قوي قدام الناس، وبقى يدور، الراجل الكمساري طلب منه حق الفلوس، فلقى ان هو معهوش فلوس. الفنان اسماعيل ياسين مش عارف يعمل ايه، ما كانش قدامه غير ان هو ينزل وياخدها مشي. وخدها مشي مصر الجديدة، لروكسي، لكوبري القبة، لسراي القبة، وبعدين راح دير الملاك، ونزل على رمسيس ومشي بقى عشان يهون عليه عشان يوصل لشبرا، اللي هو البنسيون اللي كان قاعد فيه في الوقت ده. فبيقول وانا كل دوت وانا ماشي عشان اوفر، عشان اعرف ان انا امشي، ويعني مثلا ما يحسش بالطريق. كان في الوقت ده في مصر بيقول كان في مزارع وغيطان وكده، فكان بيمشي عشان الوقت، لكن كان الوقت ده وكان بردان جدا، لدرجة ان بيقول انا وانا ماشي في الوقت الطويل ده، المسافة الطويلة دي والبرد شديد جدا، ان انا وصلت ان انا كنت حاسس ان انا اتجمدت قوي قوي قوي، وبقى ماشي وتعبان قوي. وعلى بال ما وصل البنسيون كان اتجمد، ورجليه مش قادر يمشي بيها، يعني بيقول كنت ايه اتكسحت. والفنان الكبير اسماعيل ياسين في الوقت دوت اخد حوالي 10 ايام قعد فيهم مريض وعيان، من كتر ما هو كان مشي وخد المسافة دي كلها. يعني اللي وفروا في الطعام ازاي صرفوا في المرض. شفتوا يا جماعة المواقف اللي بتحدث لفنانين الزمن الجميل؟ اقول لكم برضو الفنانة مريم فخر الدين حصل لها ايه مع الفنان رشدي أباظة، ان هو كان مصر ان هو يتزوجها. فكان في الوقت ده هي اصلا كانت متزوجة، وكان عايزها، يعني كان الله يرحمه ويرحمهم، يرحم جميع امواتنا المسلمين.
كان انتوا عارفين الفنان الكبير رشدي أباظة كان بيحب ايه النساء، فكان عايزها وكان عايز يتزوجها، وهو بيقول لها تعالي نروح المأذون. قالت له هروح ازاي وهي متزوجة؟ هربت منه ان هو راحت ومش عايزة تفتح على نفسها. كان عندها شقة في الجيزة وشقة تانية في الدقي، لا مش في الدقي، الجيزة، وشقة تانية كانت في مصر الجديدة. فالشقة اللي في الجيزة بيقول ان هي جه وعايز يخبط عليها لدرجة انه رمى الرصاص، يعني ضرب رصاص على الباب عشان تفتح له، وهربت من سلم باب الخدامين وراحت مشيت وراحت في شقتها اللي هي في مصر الجديدة، وقعدت فيها وهربت منه علشان تهرب من الفنان الكبير رشدي أباظة. دي من المواقف اللي هي كانت الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين نفسها هي بتحكي عليها. حبايبي اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم بخير وطيبين حبايبي وعيلتي وناسي.